السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله ميعادنا مع الحلقة الخامسة من رواية جنة. يا رب ان شاء الله تعجبكم. بس قبل اي حاجة ما تنسونيش في سبسكرايب القناة او اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد ان شاء الله، ولايك للفيديو. ويلا نبدأ. وبعد ما جميلة اتكلمت مع آدم وقالت له ان هي اسمها جميلة يوسف القصاص، طبعا هو ما اخدش باله ان في تطابق في الاسماء وكده. ف وهو اصلا كمان ادم ما شافش جميلة خالص طول حياته، ولا شاف جنة اختها، وما شافش حتى عمه يوسف. ف فهو حس ان هو عادي، يعني الاسم ما فيهوش اي تشابه. وحتى هي برضو بعد ما خلصت المحاضرة راحوا هي وسالي، جميلة وسالي، للكافيه بتاع الكلية عشان يدردشوا مع بعض شوية. ما تيجي نشوف. جميلة، ايه رأيك في القمر المعيد بتاعنا؟ بس لو لاحظتي حاجة، اسمه نفس لقب عيلتكم بالظبط. مش عارفة بقى اذا كان تشابه ولا ايه. يعني هو مفيش غيرنا اللي اسمنا عيلة القصاص. يمكن يكون تشابه. وكفاية بقى كلام قرفتيني بيه. مش عارفة انتي طايرة بيه على ايه. طب اسكتي اسكتي، خليكي في اللي انتي فيه، انتي خايبة اساسا. خليني بقى في المعيد بتاعي. طب يلا بقى بينا بسرعة. زمان جنة مستنياني برا، وانتي عارفة بقى جنة. انا مش عارفة بصراحة انتي مستحملة اختك دي ازاي. خانقاها قوي كده وعاملة فيها ستنا الشيخة. انا لو سمعتك بتتكلمي عن اختي بالطريقة دي تاني، انسي اننا هنبقى صحاب تاني. سامعة ولا لأ؟ خلاص خلاص اهدي، انا مقصدش، انا بهزر بس. تمام، يلا بينا. هو انت دايما كده مستعجلة؟ والله انا مش قادرة اقولك انا اسفة بصراحة، لانك انت اللي خبطتني. ومش عشان المعيد بتاعنا يعني هتستخفف دمك. فكريني اسمك كده، بتهيألي انت اسمك جميلة، صح كده؟ خلاص انا عارف ان انت ما تقصديش وانا مسامح يا ستي. اقصد بقى ولا ما اقصدش؟ افهمها زي ما تفهمها. يلا يا سالي، عشان جنة مستنيانا بره. مين جنة دي؟ انا حاسس ان الاسم ده سمعته قبل كده. خير يعني تسأل ليه؟ عادي يا بنتي، اصل انا حاسس ان الاسم دوت سمعته قبل كده. انت دايما كده بتاخدي كل حاجة على اعصابك. اهدي يا بنتي، اهدي. وانا على العموم مش ماسك فيكي. يلا يلا، عايز تمشي امشي. حبايب قلبي انتوا جيتوا. يلا اطلعوا بقى غيروا هدومكم، هتلاقوا الغدا جاهز. انا هغير لبسي واجي احضر مع حضرتك الغدا. ياه كنت جعانة جدا. وبابا النهاردة كان عامل الغدا ايه، ريحته كانت مفحفحة. يا ده بقى عشان نتفرج على المسلسل اللي احنا متابعينه، مش عارفين بقى يا ترى ايه اللي حصل في الحلقة النهاردة. يلا يا ست جميلة، احكي لي بقى على يومك النهاردة. يا نهار ابيض، ده كله حصل معاكي يا بنتي وانتي شغالة؟ الله ينور قفش مع المعيد بتاعك. يا بنتي ده بيهزر معاكي، بلاش كده، عشان ده المعيد مش واحد زميل معاكي. ما انتي دايما بتقوليلي ما تهزريش مع الشباب، فانا بنفذ. اه، ولسه عندي كلمتي. بس ده المعيد يا حبيبتي، ولازم تتكلمي معاه باحترام، مش كده؟ هو بصراحة كان منرفزني جدا. يلا بقى اللي حصل. طب انتي مش واخدة بالك من حاجة؟ ان اسم اللقب بتاع عيلته نفس اسم عيلتنا. انتي هتعملي زي سالي، برضو بتقول نفس الكلام ده. طب بصي، انا هحكيلك على موضوع حصل زمان، وانتي اصلا يعني ممكن مش هتفتكريه اصلا. ان كان في مشكلة كبيرة ما بين بابا وعمي حسن. فمن زمان وما في ما بينهم قواضي وحوارات كتير، عشان والدي عايز الورث بتاعه من حسن، من عمي حسن. ففي حوارات كتيرة ما بينهم.
فأنا حاسة إن آدم يبقى ابنه، لأن نفس الاسم حسن القصاص. أنا حاسة إن آدم يبقى ابن عمنا. ممكن، وليه لأ؟ استني بس، أنا هحاول أعرف كل حاجة بالتفصيل. السلام عليكم، ازيك يا بابا، عامل ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا آدم، عامل ايه؟ اهلا اهلا، انت جيت يا آدم؟ ماشي حبيبي، اطلع بقى عشان تاخد لك شاور وتنزل، هتلاقي الغدا بتاعك جاهز. محدش هيحضرهولك، انا اللي هحضرهولك بنفسي. يلا. انا مرهق جدا والله يا امي، بس كنت عايزك في موضوع كده. على بعد الغدا بقى ان شاء الله هبقى اتكلم معاكي. كنت عايز حاجة مني يا آدم؟ يا أمي، فاكرة لما كنتي حكيالي على عمي يوسف؟ هو كان عنده كام بنت وأسمائهم إيه؟ جميلة وجنة. ليه يا ابني بتسأل ليه؟ النهاردة يا أمي في بنت عندي في السكشن كان اسمها جميلة يوسف القصاص، فعشان كده استغربت من الاسم وحسيت ان الاسم مش غريب عليا، وبالذات لما عرفت ان عندها اخت اسمها جنة. بص يا ادم، انا مش عايزاك تزعلها في اي وقت، عشان هي يتيمة، وبرضه امها ماتت وهي صغيرة وهي لسه في اللفة، فحاول ما تزعلهاش. حاضر يا امي، عشان خاطرك بس هي لمضة قوي وخانقاني بصراحة. على فكرة بنات يوسف متربيين، بس انت ممكن اللي ضايقتها بس. فما تحطش في بالك بقى. يا امي، هو بابا مش ناوي يديلهم حقهم ولا ايه؟ بجد انا لو مكانه هديله حقهم. حتى بحس ان عمي يوسف يعني طيب قوي كده وغلبان. ادعيله يا ابني وقول يا رب ربنا يهدي ابوك ويديلهم حقهم. الله صحيح، هي جميلة بقت عاملة ازاي؟ انا ما شفتهاش من جنازة امها. هي اسمها جميلة واسمها على مسمى بصراحة يا ماما، بس عليها لسان مبرد. شكلها كده ايه، هتجننك على فكرة. معلش بقى استحملها. أهلا أهلا يا سيف، اتفضل. هصحيلك بابا دلوقتي. ربنا يخليك يا جنة. انا بس مستعجل، بس حبيت اطمن عليكم وعلى عمو يوسف قبل ما اروح المكتب. ايه أخبار المحاماة معاك؟ احكيلي احكيلي. تمام يا جنة، حجزلك مكان عند الاستاذ ماهر، عشان ان شاء الله اول ما تتخرجي تشتغلي من المكتب. طب ما تقعد يا ابني، وحشتنا قعدتنا معاك والله. معلش بقى يا جنة، عشان ما اتأخرش على المكتب. يلا سلمي لي على عم يوسف، استأذنكم بقى، يلا سلام. يوسف دخل الأوضة بتاعته عشان يحاول ان هو ينام، بس من كتر تفكيره في الديون اللي عليه مش عارف ينام ومش عارف يعمل ايه، ومن كتر كمان القضايا اللي بيرفعها على اخوه برضه مش قادر يسدد الديون اللي عليه، كل مرة بيخسرها وبرضه مش عارف يعمل ايه. ففضل يقول يا رب يا رب ماليش غيرك. طبعا احنا ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب يا رب تكون عجبتكم. استنوني في الحلقة الجاية من رواية جنة بإذن الله، في رعاية الله.